مرة أخرى، لاعب يرفض دعوة المنتخب الإسباني من أجل اللعب مع المغرب. عمر الهلالي يختار تمثيل المغرب بدلا من إسبانيا. مشاركة مزراوي في تدريبات مانشستر يونايتد. عودة بلال الندير وياسين بونو إلى الأضواء. جاهزية حمد الله وفرصة حارث. والآن إلى التفاصيل، لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدين الكرام الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم آخر الأخبار دائما. صرح عمر الهلالي لاعب فريق إسبانيول برشلونة الإسباني بأنه اتخذ قراره بتمثيل المنتخب الوطني المغربي منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث فضل ارتداء قميص المنتخب المغربي بدلا من المنتخب الإسباني رغم عدم تلقيه دعوات مستمرة من الجامعة. أوضح الهلالي في مقابلة أجراها مع إذاعة الكديناسير الإسبانية أنه يشعر بارتباط عميق مع المغرب، وأن اختياره تمثيل المنتخب المغربي كان محسوما لديه منذ بداية مسيرته الدولية. وذكر أنه شارك عبر الفئات العمرية المختلفة للمنتخب المغربي، مؤكدا أن اختياره كان قرارا ثابتا رغم اهتمام الاتحاد الإسباني بتطويره ومتابعة أدائه. وأشار إلى أنه أعلن قراره قبل وصوله إلى الفريق الأول الإسبانيول، وأن ارتباطه الشخصي بالمغرب كان الدافع وراء هذا الاختيار. كما أكد أن عدم استدعائه في المعسكرات الأخيرة لا يشكل إحباطا له، بل يعتبر حافزا لمواصلة العمل الجاد والاجتهاد للوصول إلى مستواه المطلوب. أضاف الهلالي أنه يسعى لتطوير نفسه باستمرار، خاصة بعد تصعيده هذا الموسم إلى الفريق الأول لإسبانيول، حيث أصبح أحد العناصر الأساسية تدريجيا مع مرور المباريات. وشدد على أنه يدرك تماما أن تمثيل المنتخب المغربي يتطلب العمل الدؤوب والتميز في الأداء، وهو مستعد لهذا التحدي. قال: عندما يحين الوقت المناسب وأصل إلى مستوى المنتخب، سأكون جاهزا للانضمام دون تردد. وعلى الرغم من أنه لم يتلقى دعوة حتى الآن، أعرب عن استعداده لأي دعوة مستقبلية، مؤكدا أن حلمه بتمثيل المغرب لا يزال حيا. شهدت الحصة التدريبية التي خاضها مانشستر يونايتد مشاركة الدولي المغربي نصير مزراوي. كان من المتوقع غياب مزراوي لمدة شهرين بعد تشخيص معاناته من عدم انتظام ضربات القلب، لكنه ظهر في التدريبات. وكان قد غادر الملعب بين الشوطين في المباراة التي جمعت مانشستر يونايتد وأستون فيلا ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي. بسبب هذه الإصابة، غاب مزراوي عن مباراة المغرب أمام جمهورية إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس إفريقيا المغرب 2025، ما دفع المدرب وليد الكراكي لاستدعاء يوسف بلعمري ظهير نادي الرجاء الرياضي لتعويضه. عاد الجوهرة المغربي بلال ندير إلى التدريبات الجماعية لفريق مارسيليا بعد تعافيه من إصابة طويلة. في المقابل، كشف نادي الهلال السعودي عن إصابة الحارس ياسين بونو بتمدد في العضلة الخلفية دون تحديد مدة الغياب. وكان بونو قد تعرض للإصابة في مباراة المغرب ضد إفريقيا الوسطى. أفادت صحيفة أفري فوت أن اللاعب المغربي رضا بلحيان بات موضع اهتمام أندية أوروبية مثل أولمبيك ليون، مارسيليا، إنتر ميلان، وإيسي ميلان. ورغم اهتمام الأندية بضمه في الشتاء، تفضل إدارته الأسفيرون الاحتفاظ به حتى الصيف. أعدت صحيفة أس تقريرا حول معاناة ريال مدريد في إيجاد بديل للاعب المغربي أشرف حكيمي، الذي كان آخر ظهير أيمن يصل إلى الفريق الأول. أعرب الدولي المغربي السابق نور الدين البخاري، مساعد مدرب نادي سبارتا روتردام، عن سعادته بالأيام الأخيرة التي قضاها في المغرب، مستفيدا من دورات تكوينية شاملة في مجال التدريب، رفقة مجموعة من اللاعبين الدوليين المغاربة فيها ولند تحت إشراف الإدارة للتقنية الوطنية. وقال البخاري في تصريحات: كل شيء تغير بشكل كبير هنا. عندما كنت أزور المغرب كلاعب للمنتخب الوطني، لم تكن الظروف هكذا. كانت جيدة طبعا، لكنها اليوم أصبحت مذهلة. مركز محمد السادس لكرة القدم عالمي بكل المقاييس. وأضاف:
كنت سعيدا بالاستفادة من هذا التكوين. أشكر الإدارة التقنية الوطنية والجامعة. لقد كانت لحظات جميلة مع لاعبين دوليين سابقين. علي الآن السفر إلى هولندا، لأن فريق سبارتا لديه مباراة يوم السبت، ويجب أن أكون حاضرا. استغل الدولي المغربي يحيى عطية الله، ظهير نادي الأهلي المصري، فترة التوقف الدولي الأخيرة بأفضل طريقة ممكنة، ليصبح في قمة الجاهزية ويتدارك ما فاته خلال الفترة الماضية. وأكدت مصادر أن عطية الله بات جاهزا للقمة المرتقبة التي ستجمع فريقه الأهلي بنادي سيراميكا. تأكدت جاهزية عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الشباب، للمشاركة أمام النصر. وأفادت تقارير أن أمين حارث أمامه فرصة جديدة لإثبات نفسه مع أولمبيك مارسيليا بعد إصابة زميله. وصولكم إلى هذه النقطة يؤكد اهتمامكم بما نقدمه. لا تترددوا في ترك تعليق تذكرون فيه الأخبار التي تودون متابعتها، وسنعمل على تلبية طلباتكم.